واش قالت له؟ كيف تمكنت وأنت عداء مغمور أن تنزع الميدالية الذهبية؟ اسمعوا الجواب واش قالها. الأمر بسيط جدا، لقد عقدت العزم أن تحيا الجزائر. لا إله إلا الله. اسمعوا، لقد عقدت العزم أن تحيا الجزائر. السؤال الثاني، شوف ايش تقول له، هل قمت بتحضير نفسي للمنافسة؟ اسمعوا الجواب. طبعا لقد أقسمت بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات. سمعتوا الجواب؟ هذا هو التحضير النفسي. لقد أقسمت بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات. زيد اسمعوا السؤال واش قالت له؟ ما هو سر الفينيش القوي الذي قمت به ومكنك من النجاح على حساب صديقنا الأمريكي؟ كيف نجحت انت وغلبت عداء أمريكي؟ اسمعوا الجواب. لا إله إلا الله. اسمع يا جيش وطني شعبي، اسمع يا أمن، اسمع يا شعب جزائر، اسمعوا يا شهداء، اسمعوا يا مجاهدين. شوفوا الجواب واش قلتوا. قال: كنت أتدرب لوحدي في الجبال الشامخات الشاهقات. كنت أتدرب وحدي في الجبال الشامخات الشاهقات. زيد شوفوا السؤال. قالت له الصحفية: في من فكرت بعد وصولك إلى خط الوصول؟ شوف ذاك الجواب. لا إله إلا الله. سمعوا الجواب. قال: كنت أفكر في الذين ثاروا وأعلنوها حياة أو ممات وعقدوا العزم أن تحيا الجزائر. مين يجيب هذا الكلام؟ زيد شوف واش قالت له. لمن تهدي هذا الفوز الكبير؟ لمن تهدي هذا الفوز الكبير؟ اسمعوا الجواب. قال: اولا اهديه للشاعر الكبير الراحل مفدي زكريا صاحب ديوان اللهب المقدس، واهديه للشاعر المصري الراحل محمد فوزي، وطبعا لملايين الشهداء. زيد سؤال اخير واش قالت له؟ وماذا تقول لصحيفتنا التي تشرفت بمحاورتك؟ واش قالها؟ فاشهدوا 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 فاشهدوا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. عداء جزائري مسكين متوكل على ربي ودعاوي المالين ودعاوي الصالحين يرفد الاعلام تاع الجزائر ويهبط العالم الامريكي. وسمعتوا الكلام اللي كان يقول فيه النشيد الوطني، لانه راهو عارف باللي هذه الصحيفه وهذه الجريده قالت في جريدتها الالكترونيه ان النشيد الجزائري هو اسوا نشيد في العالم. أسوأ نشيد في العالم. هذا يدخل على النشيد الجزائري أسوأ نشيد في العالم. وما يروح الشعب يندد وما يديروا موقف أمام السفارة ولا سمعنا كلام. يعني أين هذه الأمة؟ أين هذه الأمة؟ ولكن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يروح شاب إلى الأرض تاع هذه الجريدة ويرفع الأعلام تاع الجزائر في هذه الأرض ويجاوب هذا الجواب. والله الذي لا إله إلا هو إني أطلب من كل مسلم أن يدعو الله له أن يوفقه ويسدده وينصره ويعزه ولا يريه مكروه أبدا. اللهم بارك له في صحته، اللهم بارك له في سمعه وفي بصره وفي عروقه وفي دمه وفي صحته. اللهم يا رب اجعله عالي دائما. اللهم اجعله كالهلال في السماء. اللهم اجعله كالهلال في السماء. اللهم اجعله كالهلال في السماء. واجب أن نقول لكم واجب كل جزائري نهار يسمع به، نهار تسمع به جاي للجزائر تروح للمطار تروح تستناه وتنشد له النشيد الجزائري. هذا راجل لازم تروح الفرقة الرسمية تاع الدولة الجزائرية تروح تستناه في المطار وكي يهبط ينشدوا النشيد تاع الجزائر. تخدم الحاجة وتركز فيها ولا تسيبها. الحمد لله احنا كيما نقول هنا واحد كيما هنا يتأقلم مع الظروف، مع الظروف. وكيما قلت لك الهدف تاعي انا ثابت ما يتغيرش، فقط العراقيل ولا المشاكل اللي تعرضها يحاول الانسان يتجاوزها ولا يتناساها. المهم يحقق المبتغى تاعو ويحقق الهدف تاعو. في المدة هذه لازم يكون في اللائقة تاعو، اللائقة البدنية تاعو.
توفيق مخلوفي ما راهوش ماشي هنا. سمعت العاب العالم ولا البطولات هذه مثل سباقات الفورمولا 1. سمعت بريسيون زياده في بناء ولا خلل صغير في السياره ممكن ياثر على الاداء هذا تاع السياره. 2016 ماشي الضغوطات ماشي حتكون كيف الضغوطات حتكون كبيره السنه هذه. الحمد لله يعني 4 سنوات من السنه هذه من 2012 حتى 2016 اكتسبنا خبره، شفنا عرفنا فهمت كيفاه. نقول احنا تتكلم على لاعب خاص تقول له هذا خطر عليه ولا هذا خطر عليه. الخطر الاول هو نفسك، المنافس الاول ليك في السباقات هو نفسك فهمت كيفاه. لما تنافس في السباقات ونفسك هذه كيفاش تفوز عليها بالتحضيرات، يعني يعني تحضر الجسم تاعك، تروح بالقدرات تاعك الابعد ما يمكن في التدريبات. وننساوش التوفيق فيها الحظ والتوفيق من عند ربي سبحانه. الامور هذيك ما تصير بربي من عند ربي سبحانه فهمت كيف. نعم والله تكون عندك الرقم العالي هذا درك يدخل فيها الحظ، تدخل فيها كيفاش حتديري البريسيون هذيك، كيفاش حتكون لاكورس. يعني ماكش ضامن حاجه 100%، ماكش ضامن حاجه اللي تقدر تضمنها يعني. وربي يعطيك الصحه ويعطيك يعطيك الصحه ويخليك كما احنا ويخليك في صحه جيده باش تقدر تواصل التدريبات تاعك وتمشي على البرنامج اللي راك حابه، انك تلحق باللياقه البدنيه تاعك للطوب، تلحق القدرات تاعك نقول احنا الابعد ما يمكن باش تكون في المواد في بطولة في الألعاب الأولمبية إن شاء الله. يعني ما تقدرش تقول نتفادى الإصابات، لأن يعني الإصابات لما تدرب بطريقة كبيرة وطريقة جيدة في أي لحظة ممكن تتعرض للإصابة. يعني هذا المشكل تاع الرياضي، يعني ما تقدرش إنك رايح عفو فهمت كيفاه. تقدر تتفاداهم يعني ممكن بالريكيبيراسيون، الماساج، جاكوزي، تاكل مليح، ترقد مليح، تقدر تتفادى شويه، ولكن تبقى دائما معرض للخطر. يعني يتلهف على المعلومه من غير ما يتاكد، يعني من غير ما ياخذها فقط. قال واش توفيق انا قاستني برك عفس لي انسان كبير كان داير بالطونو حيدور بالطونوبيل، عفس لي على رجلي على الحذاء تاعي في الجبل. في المومون اللي كنت نمشي هناك شغل حصل الحذاء وخرجت رجلي فهمت كيفاه. ما صرالي والو سير بلاص، ما صرالي والو، لكن ممكن في المومون اللي حفظ لي على رجلي هذاك ممكن شويه رجلي كما نقول حنا كاين امور ذاك ديبلاصات في رجلي ولا عفسل. غدوه الصباح درت لونطرينمون تاعي نورمال، بعدها سما 48 ساعه كان عندي حصه تدريبيه في صاله الحديد. جيت نعمل تقويه تاع عضله البطه بالبارة. حسيت ألم نوعا ما على المستوى تاع الطندون. درت بعض الأشعة، شفت طبيب ودرت بعض الأشعة، اتضح اني عندي التهاب خفيف طفيف على مستوى الطندون داشيل. يعني كثفت العلاج عليه، ارتحت ممكن مدة أسبوع ولا 8 أيام هكا، يعني ما تدربتش خلاص وعاودت ريت نورمال. هذا اللي كان معاكم الحين سليم كدار، يعني وجان مش يحمل المشعل، ممكن يكون هو ما يتنافس معايا في بعض في بعض المنافسات 1500 متر، وان شاء الله علاش لا احنا نحاولوا كما نقول احنا نساعدوه ونخلقوا واحد يوريو له الروابط باش ما يضيعش الوقت كما ضيعنا احنا. يعني انسان حاب يخدم، انسان كيما حالتي انا، كيما بديت نبان اول مره ما بالك ما لقينا شكون يعاوننا. احنا واحد كيما نقول احنا شفتها فيا قبل ما نشوفها فيا، على بالي كيما نقول انا كيفاش قاعد يخمم، خاطر شفناها وخممنا زيه فهمت.
كيما قلت لك واحد يحاول يخلق له الروابط هذيك اللي تسهل عليه الامور ويخليه ان شاء الله نقدموا له النجاح اللي يخليه ان شاء الله يبرسي ان شاء الله خير منا خلاص. وهذه صح قالها لي، هذه كي كان قبل ما يديني معاه هو بروبوز عليا قال نمشي للاتحاديه، قال لهم نحب نديه نعاونوا معايا. طلعني معاه ستاج بروميير ستاج لافيك دو سود في جونفي ديبي سيزون، طلعني معاه ستاج. عرف شو الامكانيات واش النسوه واش كذا، بغا يزيد يعاونني اكثر. قال لي انا الاوبجيكتيف تاعي، قال لي كي تنجح انت دير واش درت انايا ولا دير اكثر.